السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم وأجدد لكم التحية من مدينة الناظور شمال المغرب، ومنها أقدم لكم أمسية مغربية جديدة اخترنا لها هذه الأمسية عنوان الاتحاد المغاربي ومشكلة الحدود بين المغرب والجزائر. فلم يعد بناء الاتحاد المغاربي ضرورة تاريخية فقط، بل أصبح أيضا خيارا استراتيجيا بدونه لن تقوم قائمة لأي دولة من الدول المغاربية. لم يعد الاندماج المغاربي حاجة داخلية فقط، بل أصبح أيضا مطلبا خارجيا. فإذا لم تأخذ الدول المغاربية مبادرة تسريح هذا الاندماج وهندسته بما يتوافق ومصالحها وأهدافها ويستجيب لحاجاتها وتطلعاتها، فإن الخارج هو الذي سيبادر لبرمجة هذا الاندماج وفق ما يخدم مصالحه هو قبل أي شيء. ولا شك أن أول خطوة في هذا الطريق هو الشروع في فتح الحدود بين دوله، خاصة تلك التي تفصل بين المغرب والجزائر. ولا نحتاج إلى التذكير بالقواسم المشتركة بين البلدين، فما يجمع بينهما أكثر مما يفرق، ولكن نحتاج إلى لفت الانتباه إلى المؤهلات والإمكانات التي تتوزع بين البلدين، والتي تصبح غير ذات جدوى إذا لم تتكامل. لمناقشة هذا الموضوع يشرفني أن أستضيف نخبة من الأساتذة والباحثين في هذا المجال، والذين استضيفوا لحضور ندوة دولية حول المقاومة في الريف، الشريف محمد أمزيان نموذجا. ويشرفني أن أستضيف الدكتور علي الإدريسي، وهو مفكر وباحث في العلوم الإنسانية ومستشار سابق في كل من السفارة المغربية في كل من تونس والجزائر. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. وكذلك أستضيف الدكتور ميمون الطاهري، وهو باحث وأستاذ العلوم السياسية في الكلية المتعددة التخصصات بمدينة الناظور. وأرحب بالأساتذة الكرام الذين سيتدخلون تعقيبا أو إضافة في ويقدمون أنفسهم تباعا. لو بدأت معك الأستاذ علي الإدريسي، كثر في الآونة الأخيرة النداءات والمبادرات للدعوة إلى بناء الاتحاد المغاربي، ولكن أيضا إلى دعوة كل من المغرب والجزائر إلى فتح الحدود. هل هذه فقط أمنية ومسألة عاطفية أكثر منها تاريخية وضرورة استراتيجية؟ وبلا شك هو ضرورة استراتيجية، يعني لا شك في هذا، ولكن ما هو الواقع؟ الواقع هو، أنا كنت أجبت على هذا السؤال ذات مرة أحد الصحفيين، خاصة في منذ شهرين كان هناك نوع من الحراك يبدو، وكأن يعني هناك إرادة فعلا وهناك نوع من اليقظة الجديدة، خاصة بعد الحراك الاجتماعي الذي شمل الدول المغاربية، والتغييرات التي وقعت في تونس وفي المغرب وفي ليبيا، وفي الآن في انتخابات في الجزائر قد مرت ولكنها لم تغير شيئا إلى حد كبير. أجبت هذا الصحافي قلت له أخشى أن يكون فجرا كاذبا. والآن أقول لماذا؟ لأن تفضلتم في تقديمكم فقلتم خيار استراتيجي. هذه العبارة ترددها كل الأنظمة المغاربية، كل وسائل إعلامها الرسمية، كل المبادلات في المناسبات العادية كالأعياد وأشياء من هذا القبيل. ولكن هل عندما نقول خيار استراتيجي يعني سننتظر إلى سنة 2400 مثلا، أو ننتظر إلى ما لا نهاية؟ خيار استراتيجي عند جميع الدول محدد في الزمن، أما يبقى مجرد شعار فهو يصبح نوع من بروباغندا لهذه الدولة أو تلك دون تحقيق أي هدف. يبقى الآن ما هو واقع هذا المغرب الكبير، أو وضع شمال إفريقيا، أو ما تسميه بعض الأدبيات أيضا المغرب العربي؟ وضعه يعني لا يسر حتى العدو. أنت تفضلت فقلت بأن هناك ضغوطات خارجية. هذا الخارج الذي يحاول أن يبتز وأن يفرق وفق للمبدأ المعروف فرق تسد وغير ذلك، الآن يحس بنوع من وكأنه كره هذه اللعبة. يطلب من هذه الدول أنها تتعامل مع بعض،
وإنما تتعامل في ماذا؟ تفضلت أيضا وقلت يجمعنا كل شيء. أنا أعتقد يفرقنا أشياء كثيرة أكثر مما يجمعنا. أول ما يفرقنا النظام السياسي. نحن نعرف أن مثلا الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بسوق أوروبية مشتركة كان في تعاون اقتصادي، انطلقوا من الاقتصاد، مثل ما يقول أحد الفلاسفة: الناس أمام البورصة لا يسألون عن أديانهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم، يسألون فقط عن السوق. السوق يوحد الجميع. يوحد الجميع. نحن ليس لدينا سوق إلى الآن، لم نستطع. وهناك كثير من الأقوال تقال المغرب فقير وتونس أفقر والجزائر غنية وليبيا غنية، فكيف يتحد الغني مع الفقير؟ هذه كلمات تقال في الإعلام وتقال من عند الساسة. مثلا رئيس وزراء جزائري سابق يقول لا يمكن نتحد مع الفقراء، نحن دولة غنية. فالذي يفكر بهذا المنطق، والمغرب يرد بطريقة أخرى أيضا مستفزة. نحن لدينا تراث حضاري ولدينا شخصية تاريخية ولدينا. هل هذه الأشياء تساعد عندما تعيرني بفقري أو بمحدودية مواردي، وعندما أعيرك بأن أنت فرنسا هدمتك، لم تترك لك البنية الثقافية أو الاجتماعية وغير ذلك؟ هل هذا سيساعد؟ نحن الآن في نظري نحتاج إلى خطاب جديد، خطاب يقوم على النقد الذاتي أولا، ثم على المصالح الاقتصادية، ثم بعد ذلك على توحيد النظام السياسي. فأوروبا رغم أنها انطلقت منذ الخمسينات، منذ 57 لم تتوحد إلا قبل سنوات عديدة عندما استطاعت، ولا ينضم إلى هذا الاتحاد إلا من كان ديمقراطيا. فالنظام السياسي الذي ينبغي أن نتفق عليه، سواء كان ديمقراطيا أو شبه ديمقراطي أو ليبرالي أو عدالة اجتماعية مثل اسكندنافيا مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا بد، يعني أقصد لا بد من وجود نظام سياسي تشترك فيه الجزائر والمغرب وليبيا وتونس. إذن بالنسبة إليك وموريتانيا. نعم، بالنسبة إليك النظام السياسي هو العقبة الرئيسة. بكل تأكيد، ولكن هناك عقبة أخرى. ما هي؟ هي العقبة الاقتصادية. دول المغرب الكبير هي تابعة اقتصاديا لغيرها. لم يعني مثلا تقول لي أن الحدود المغلقة ما بين المغرب والجزائر هي السبب في هذه الوضعية، أقول لك طيب، وكم مبادلات الجزائر مع تونس ومع ليبيا، وكم مبادلات المغرب مع تونس ومع ليبيا ومع موريتانيا. الموريتانيين يدخلون إلى المغرب عن طريق الفيزا. نعم. وليبيا فرضت التأشيرة كذلك الفيزا وغير ذلك من الأمور، بحيث لا نعرف ماذا يجري بالضبط. أحيانا نتكلم، إذا تكلمنا بعواطفنا نقول نحن شعب واحد، تجمعنا اللغة ويجمعنا الدين وتجمعنا التاريخ والمصير المشترك. للأسف ليس هناك مصير مشترك. هذه من العبارات التي أصبحت مبتذلة، لأن المصير مشترك سياسي واقتصادي بالدرجة الأولى، ثم تأتي الثقافة. إذن الدعوة إلى الوحدة هو مجرد شعارات إلى حد الآن، ولم ترقى بعد إلى مستوى برامج ومشاريع عملية. الأستاذ أمي منطهري، من زاوية العلوم السياسية، كيف تنظر إلى هذا الوضع الذي يراه البعض بأنه وضع غير طبيعي بالنظر إلى التكتلات الإقليمية سواء في الشمال أو في الشرق؟ نعم، والله يا أستاذ مصطفى لو سمحت لي، أولا أريد أن أقف في عجالة أمام ما، قبل أن أجيبك على سؤالك، أن أقف أمام ما يطلق عليه البعض تكلفة اللامغرب، أي التكاليف التي تتحملها دول المغرب الكبير بسبب عدم تحقق الوحدة المغاربية أو الاتحاد المغاربي. نحن سنحاول أن نستعمل كلمات لا تحمل حمولات قيمية، لأننا نعرف أن هناك حساسيات كثيرة، وحساسيات عن حق، لأن دول المغرب فيها أجناس مختلفة، وهذا يغني الاتحاد ولا يفقره. أريد أتحدث عن تكلفة الوحدة، لأنه لكي نستطيع نحن ويستطيع المشاهد أن يكون فكرة واقعية ومحددة عن التكاليف التي نتحملها كشعوب وكدول وحكومات بسبب عدم تحقق الوحدة المغاربية.
نحن نتحدث، خلونا نقول 90 مليون مواطن. لا أريد أن أتحدث بالأدبيات الغربية التي تتحدث عن مستهلكين. 90 مليون مواطن في الدول الخمس. هذه الدول تمتلك 3% من الاحتياط العالمي فيما يخص البترول، 4% فيما يخص الغاز الطبيعي، 50% فيما يخص الفوسفات. المعطيات التي أسوقها هي معطيات مؤسسات دولية محايدة بين مزدوجات، البنك الدولي وغيرها. دراسة للبنك الدولي تقول بأن عدم تحقق الوحدة المغاربية يتسبب في نقص نمو سنويا بين درجة ودرجتين، نقطة ونقطتين، والذي يعادل حوالي 10 مليارات دولار. نعم. خسائر الاتحاد المغاربي الدول الخمس 10 ملايير دولار، رقم فظيع بكل معنى الكلمة. معطى رقمي آخر، هذا عدم تحقق الوحدة المغاربية يتسبب في فقدان سنويا 200,000 منصب شغل لدول المغرب العربي. في وحدة الدول الخمس فيها أكثر من 3 ملايين عاطل، من أكبر المعضلات التي تواجهها صحيح. الدول المغاربية. 200,000 سنويا، يعني رقم فظيع. أستطيع أن أستمر وأعطي معطى رقمي أخير قبل أن أنتقل إلى محاولة تركيب الإجابة. هروب الأرصدة والرساميل خارج دول المغرب العربي بسبب عدم، يتحدثون سنويا عن 8 ملايير دولار أمريكي. فإذا هذه المعطيات الرقمية كلها تبين لنا التكلفة الباهظة التي نتحملها بسبب عدم تحقق المغرب أو ما الرئيس التونسي مرسي المرزوقي قبل أسابيع قليلة حينما كان في زيارة للدول الخمس إذا اعتبرنا تونس من بينها، تحدث يعني استعان بهذه الصياغة تكلفة المغرب. فإذا الآن محاولة الإجابة على سؤالك، أنا في تصوري أن دول الاتحاد المغاربي الدول الخمس تسير عكس التيار وعكس التاريخ. لكن ما السبب؟ السبب أنا سآتي إلى أنا في تصوري إذا أردت أن أجيب بصورة محددة على السؤال لماذا لا يتحقق الحلم المغاربي، خلونا نكون واقعيين في إجابتنا. في تصوري سببان رئيسيان مرتبطان. السبب الأول وجود وحدتين سياسيتين، قطبين سياسيين يسعيان كل منهما، وهذا شيء طبيعي. نحن في إطار العلاقات الدولية لا نتحدث عن أخلاق وعن مبادئ، نتحدث عن مصالح. هما المغرب والجزائر يسعيان كل واحد من جهته إلى الريادة في هذه المنطقة. السبب الثاني المرتبط مشكلة الصحراء. رغم أنني أنا أقول أنا كنت في الجزائر هذه السنة مرتين، وفي المرة الأولى قدمت محاضرة حول عوائق الاتحاد المغاربي، وقلت للأخوة الجزائريين بأننا تعالوا نضع يدا في يد، مشكلة الصحراء في يد المنظمة الأمم المتحدة. ما الذي سيمنع المغرب والجزائر من أن نفتح الحدود من جديد ونشرع في إحياء الاتحاد المغاربي؟ أنا في تصور السبب المباشر والرئيسي هما هذان السببان. نعم. يعني أريد أن أعرف رأي الأستاذ علي الإدريسي، لأن ذكرت سابقا في بداية كلامك بأن هناك على الأقل عاملين إذا فهمت، النظام السياسي والتبعية. ما رأيك فيما تفضل به الأستاذ ميمون من الأسباب؟ يعني كيف نفسر هذا استمرار أو التعنت على غلق الحدود وعدم بناء الاتحاد المغاربي، في حين أن كل المعطيات تؤشر على أن مصالح هذه البلدان في وحدتها أو تكاملها على الأقل؟ ما تفضل به الأستاذ يعني سليم جدا وفي الصميم،
لا أخالفه، وإنما أريد أن أضيف فقط شيء. بالنسبة لقضية الحدود، أنا أسأل سؤالا مضادا. الحدود عندنا الآن حوالي من 1994، يعني حوالي 18 سنة وهي مغلقة. السؤال كانت مفتوحة، فماذا تحقق؟ في أيام الاستعمار حتى الاستعمار الإسباني للشمال كان هناك بواخر تسافر من مليلة إلى وهران وربما إلى الجزائر، ومن بادس إلى وهران. اليوم ليس هناك خط بحري ما بين المغرب والجزائر وتونس. تونس قليلا، يعني بعض النتيفات، ولكن ما بين ما تفضل به الأستاذ بأنه أكبر بلدين لا توجد بينهم خطوط، لا سكة حديد ولا بحرية ولا وحتى الخطوط الجوية، يعني الطيران من أغلى الطيران بين بلدين جارين، لا يمكن. يعني هناك جميع العراقل من هذا الطرف ومن ذاك حتى لا تفتح الحدود. المراقبون ماذا يقولون؟ المراقبون والملاحظون يقولون بأن هناك فئات في المغرب تستفيد من هذا الوضع، وهناك فئات في الجزائر تستفيد من هذا الوضع، يعني الإبقاء على الأمر الواقع. وهناك أيضا فئة أخرى وهي فرنسا بالذات هي لها بقرة حلوب اسمها المغرب والجزائر، في التبادل التجاري، في التقنيات، في أشياء، نحن زبناء لهذه فرنسا. فلماذا تفتح الحدود؟ لأن فتح الحدود معنى فرنسا ستفقد سوقا مهما جدا، خاصة مع الجيل الجديد الآن الموجود الذي بدأ تتغير ذهنيته نحو العلاقة بين الجارين، وتتغير أيضا المفاهيم السياسية نحو الإيجاب. معنى يمكن أن نتطور في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي موريتانيا وفي ليبيا نحو شكل من أشكال النظام الديمقراطي الذي يقرب بين الشعوب ويحل المعضلات عن طريق الحوار وعن طريق الجلوس إلى بعضنا البعض والاستماع إلى حجج كل طرف، وبالتالي نتفق أو نسير فيما نحن متفقون حوله. إذن ونترك البدايات تكمن في تطوير النظام السياسي. الآن البدايات لعمل مغاربي، فلنترك الدعاية، فلنترك ما يقال في بعض الإعلام. نحن هنا كباحثين نتحدث كباحثين أنا أرى أن في الوقت الحالي ليس هناك مؤشرات حقيقية لفتح الحدود أو لوجود تعاون، لأن كل ما تظهر تأتي منادات أو تأتي نداءات أو تأتي اقتراحات سواء من داخل هذه البلدان نفسها ومن طرف الرئيس المرزوقي نفسه ومن طرف شخصيات أخرى، تظهر في الإعلام المغربي والجزائري أقوال تنفر. فنحن الآن في سياسة التنفير وليس في سياسة التقريب عمليا. أما نظريا كل واحد ينادي بأن نعم الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي. أنا إلى درجة ذات مرة قلت وش هو خيار أم الخيار؟ يعني لا ندري، لأن هذا الكلام أنا عندي أكثر من 20 سنة وأنا أسمعه. خيار استراتيجي. طيب ما لا يتحقق ولو العشر ولو نصف 1% من هذا الخيار الاستراتيجي في خلال يعني ربع قرن؟ ربما قد تكون يعني من هو هدف نبيل، لكن تم مع الأسف تمييعه إلى درجة أنه أصبح مكروها على ثقيلا على نعم باختصار شديد. نعم. أنا أعتقد وقد أغامر بهذه العبارة التي نعم. سأقول أنا أعتقد بأن جيل الحركة الوطنية ينبغي أن ينسحب، لأنه فشل في مشروع بناء المغرب الكبير، ولنترك الآن المجال للأجيال الجديدة التي تخرجت من جامعات جديدة، التي لها أفكار ليبرالية جديدة أو اجتماعية جديدة. جيل الحركة الوطنية كله في الجزائر وفي المغرب وفي تونس ينبغي أن ينسحب. في تونس بدأ ينسحب، ولكن بعد أن رأيت نتائج الانتخابات في الجزائر شخصيا أنا لا أحمل حقد لأي شخص، ولكن أحسست بنوع من الإحباط. إذن تعتقد بأن هذا الجيل هو السبب لم ينجح.
الذي لم ينجح ينبغي ينسحب بسبب تراكمات. وسبب مشاكل، سبب لنا مشاكل كثيرة في المغرب، في المغرب الكبير. هذه القنبلة التي فجرتها الآن أريد أن أعرف رأي الأساتذة يعني في التي تسماها مغامرة، بأن الجيل الأول كان في الحركة الوطنية قد استنفذ أغراضه، وربما قد يكون هو العقبة الأساسية في اتجاه بناء الاتحاد المغاربي. نعم، قبل هذا لو سمحت الأستاذ مصطفى أريد أن أعود. أنا أؤيد ما قاله الأستاذ إدريسي ولكن مع تحفظات. هنا في المنطقة المغاربية، وأنا أعمم هذا الذي سأقول على المنطقة العربية ككل، هناك فشل ذريع يجب أن نعترف به، اللي خلق كيان تنضوي تحته أو تحت لوائه الوحدات السياسية، سواء في المغرب العربي أو على مستوى الجامعة العربية. من الناحية التاريخية هناك فشل، أسباب موضوعية وأسباب ذاتية، داخلية وخارجية. الموضوع ليس موضوعنا. الذي أختلف ربما معه هو صحيح معاهدة الاتحاد المغربي العربي في مراكش كانت عام 89 إذا لم تخني ذاكرتي. نعم. الحدود أغلقت 5 سنوات بعد ذلك. يقول الأستاذ الإدريسي لم يتحقق شيء، صحيح، ولكن أنا أعتقد أن الظروف التي جاءت بعد 94، الظروف التي جاءت بعد 94 أشير هنا بالأساس إلى انفجار ظاهرة العولمة، حيث أصبحت الوحدات السياسية لا تستطيع أن تواجه منفردة المشاكل التي يطرحها العالم، خاصة في الجانب الاقتصادي، لأن بعد نهاية الحرب الباردة ونهاية الحرب الإيديولوجية بين المعسكرين دخلنا في مضمار العلاقة الدولية في عالم تتصارع فيه الأطراف على أساس اقتصادي بحت. الذي أختلف معه هو أن هذه الظروف اختلفت، من جهة انفجار ظاهرة العولمة ولجوء الدول إلى التكتل في أوروبا، في آسيا، في غيرها من المناطق. ثم أضيف إلى هذا، هل الوقت لا زال مبكرا لأستنتج؟ أريد أن أضيف ما خلفه ما يطلق عليه، خلونا نقول دائما نستعمل كلمة ليست لا تحمل حمولات قيمية، الربيع الديمقراطي في المنطقة العربية. أنا أعتقد أن الوعي ليس لدى الشعوب. أنا حينما كنت في الجزائر والله لم ألتقي ولا جزائريا واحدا في العالم الأكاديمي وفي الشارع يعارض فتح الحدود. أنا أتحدث عن النخبة السياسية. أتصور أن النخبة السياسية في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، في موريتانيا أصبحت تعي وعيا حقيقيا بأنها لا يمكن أن تستمر في عملية التشرذم هذه. إذن هذه النخبة هي من النوع الذي تحدث عنه الإدريسي. هذه النخبة في الدول المغاربية لكي ندخل، إذا لجأنا إلى لغة العلوم الاجتماعية نلجأ إلى التدقيق والتحديد وليس إلى التعميم. أقول بعض هذه مخضرم وبعضها في تونس وليبيا، لأن وقعت فيهما حركتان شعبية جديد. جيل جديد. الذي أختلف أيضا نقطة فقط لو سمحت. نعم. أستاذ مصطفى، أنا لا أعتقد في تصوري أن بداية بناء المغرب العربي هو التركيز على النظام السياسي. أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من الفشل. ولكن ماذا لو كان هو العقبة؟ ماذا كان هو العقبة؟ أتصور في تصوري أن العقبة، وأعيد هذا الكلام، ليست في اختلاف الأنظمة السياسية في دول المغرب العربي الخمسة، وإنما في وجود مشكلة اسمها مشكلة الصحراء. نركز على الاقتصاد، على ما هو اجتماعي، على ما هو ثقافي، ونبقي الأنظمة على شكلها. ربما سيلحقها التطور مع مرور الوقت. جيد. سنأخذ رؤية المؤرخ الذي يدقق في بعض التفاصيل التاريخية. هل هذا المشكل يعني ذو أصول تاريخية أم أنه انفجر مع الاستقلالات السياسية واختلاف الأنظمة السياسية؟ ربما سأتدخل في هذا الموضوع، لأني صدر لي كتاب هذه السنة الماضية عنوانه أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية. ممتاز. فحاولت ما أمكن أن أقول بأن مشكل الصحراء ليس هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة. فالأزمة بين المغرب والجزائر أزمة معقدة
لها أصول قديمة، ربما منذ بداية احتلال الجزائر من طرف فرنسا، وبالتالي تطرقنا في هذا الصباح إلى معركة إسلي ومعركة إسلي ومعركة تطوان، معركة تطوان. ولكن معركة إسلي كانت البداية. لماذا؟ لأن المغرب بتأييده للجزائر كان من نتائج هذه المساعدة أنه تم هزيمة نكراء. نعم. ومن ثم بدأ الصورة التي كانت للمغرب أصبحت يعني صورة. إحدى الأسباب هو مناصرته للجزائر أولا. ثانيا هناك كذلك خلال معركة التحرير الوطني كما كان يعتقد بأن كان سوء تفاهم بين الحركات أو الوطنيين المغاربة وحركة الجزائريين، على أساس أن لم يكن هناك تفاهما ولم يكن هناك عملا صريحا. النقطة الثالثة هو من أصول الأزمة الاستقلالات المنقوصة بالنسبة لا للجزائر ولا للمغرب، بحيث أن هذه الاستقلالات المنقوصة كان من نتائجها أن كل بلد تفاوض على حدة، وكل بلد لم ينسق الجهود لم يلتزم بالاتفاقيات بين مبادئ لجنة التحرير المغرب العربي، لكن تقول بأنه على كل بلد ولو حرز على الاستقلال يجب عليه إذن أن يستمر في القتال إلى أن تتحرر البلدان الأخرى. نعم. من بين أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية هناك أزمة اختطاف الطائرة ديال الزعماء الخمسة في أكتوبر 56، فإلى حد الساعة بعد الكتابات في طريقها من المغرب إلى تونس. نعم. إلى حد الساعة هناك الكتابات الجزائرية تتهم المغرب بأنه كان وراء هذا الاختطاف. هذه كلها إذن ساهمت في خلق نوع من عدم الثقة بين المغاربة والجزائر، واستمر. أستاذ مبارك، يعني تعتقد أن لهذه الأسباب هذه القوة التي تصمد أمام الضغوطات الواقعية والعولمية؟ على كل كان لها تأثير، هذه العوامل كلها كان لها تأثير. يعني ربما إذا نفضي إلى الخلاصة التي انتهى إليها الأستاذ علي متفق معه بأن النخبة الوطنية يعني الأولى لا بد أن تنسحب من المشهد السياسي. ستنسحب بالتقاعد. بس حسين، رأيتك تريد أن تعقب على الكلام الذي دار في هذه الجلسة. نعم، أريد أن أعقب على مسألة الأجيال، وهنا تحضرني نقطة مهمة جدا، بحيث أن عندما نلتقي مع الأساتذة الجزائريين في ندوات في خارج المغرب غالبا يكون بصراع حول التاريخ، لأن الصورة التي يأتي بها غالبا العديد من الباحثين، لا أقول كل الباحثين، هي أن الجزائر هو بلد المليون شهيد وبلد النضال، وأن المغرب دائما يكون الأداة التي تستعمل من طرف الاستعمار منذ فترة يوغرتا، الثورة النوميدية، ثم عبد القادر الجزائري، ثم قضية الطائرة وبن بلة وغيره. يعني كأن الجهاد والمقاومة جوهري في التاريخ، عقد التاريخ تتحكم، وهناك خطاب يقدم، يعني بأن هناك روح نسق. ويجب أن نقول بأن لدى الجزائر لدى المغاربة هذه المسألة لا تطرح بنفس الحدة، لا تطرح بنفس الحدة كما تطرح عند بعض الباحثين الجزائريين أو النخب الجزائرية المتنفذة، في حين أن الوطنيين لا في الجزائر ولا في المغرب نجد دائما ذلك المنطلق العاطفي الذي يبقى عاطفيا، أي الرغبة في التغيير. وأظن بأن ذلك مشكلة الحدود، وبالنسبة عبد العزيز بوتفليقة هو ابن حامل لإرث العقد التي ارتبطت بالحدود، لأنه ارتبط بحرب أكتوبر 63 التي ما زالت تأثيرها إلى الآن. مع أن للتذكير
أن القيادة الجزائرية كلها كانت يعني إما تربت أو عاشت في هذه المنطقة. والدليل وهو أن أحمد بوضياف الذي كان يرمز فعلا الذي أراد أن فانتهت مرحلته بسرعة في 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 الجزائر. أظن بأنه قضية الصحراء التي هي ترتبط بقضية الحدود هي مشكل مظهر من مظاهر التنافس الذي أشار إليه الأساتذة، قضية الصراع، وأن المسألة التبعية التي ذكرت يجب أن ننظر الآن إلى المشكل في إطار جيوستراتيجي جيوسياسي، لأنه الآن لا مسألة تندوف ولا مسألة المشاكل المطروحة على مستوى قضية ما يسمى بالإرهاب في مالي وفي النيجر منطقة الساحل، فتفرض على الأوروبيين والأمريكيين مسألة أنه في البعد الأمني تفترض أن يتوحد المغرب العربي، ولهذا سيصبح هذا رهان خارجي، لأنه داخليا هناك عقد ليست فقط لأن هناك وعي بالمصالح، ولكن هناك عقد تاريخية ومصالح آنية لا تعطي الاعتبار، يعني خارجي كما سبقت أن قلت خارجي، لكن مع الأسف لخدمة مصالح الآخر وليست مصالح الداخلية. الأستاذ الخواجة، ما رأيك في كل مدار في هذه الجلسة؟ بالنسبة لهذا الميكرو من فضلك. تفضل. بالنسبة للوحدة المغاربية أظن أنه بعيد المنال. لماذا؟ لدي مثال بسيط. لم يتفق بعد حتى على التسمية، هذا سنسميه الاتحاد المغاربي أم الاتحاد المغرب العربي. في اجتماع مراكش لتأسيس الاتحاد كان المرحوم الحسن الثاني متحفظا على تسمية المغرب اتحاد المغرب العربي. أخيرا حينما زار رئيس تونس المغرب أبدى نوع من التحفظ في التسمية كذلك، لأنه قال شمال أفريقيا فيه كثير من الإثنيات. وزير تونسي حضر ندوة في ميديان تيفي، نفس الشيء، كان ضد تسمية المغرب العربي. لا، مش وزير الخارجية تونس، أظن أن وزير مكلف بالعلاقة مع الرئاسة، لا، وزير الخارجية هو ضد تسمية الاتحاد المغربي، هو مع تسمية المغرب العربي، لأن الإشكال ليس في هذا لا الأمر. إذا كنا لم نتفق حتى على التسمية فكيف يمكن أن نتفق على أشياء أثقل بهذا بكثير؟ ربما هذا من الزاوية السياسية، أظن أنه من الزاوية الأكاديمية والسياسية لابد أن ننظر إلى الأمور يعني في حجمها الحقيقي، يعني بما تفرضه علينا هذه الضغوطات الآن الخارجية، والتي تدفعنا لأن أوروبا أو غيرها يعني العولمة بصفة عامة تحتاج إلى منطقة مفتوحة من الناحية التجارية ومنسقة فيما بينها من الناحية الأمنية. يعني أظن أنه حتى لا تختلط علينا الأوراق كمن يضع الثورة قبل العربة، أن نبحث في الأسباب الهيكلية التي تحول. أنا أظن من خلال كل ما تفضل به الأساتذة وحتى تدخلك الأخير أنها تتقاطع أو تصل إلى نفس الخلاصة التي فجرها الأستاذ علي الإدريسي. لست أدري الأستاذ عبد الناصر كمتخصص في الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة كيف تلقيت هذا النقاش وهذه الخلاصات؟ الحقيقة أن أستاذنا الإدريسي تكلم عن تجربة الاتحاد الأوروبي في الوحدة. أعتقد أن هذه التجربة من بين خصائصها الأساسية أنها ركزت في البداية على البعد السياسي. البعد الاقتصادي جاء ليثبت الاتحاد، بدليل أن هذا الاتحاد الذي بدأ ب6 دول معروف، اتفاقية روما 1957، انفتح بعد ذلك على دول فقيرة، اليونان بعد أن تخلصت من الدكتاتورية، إسبانيا بعد أن تخلصت من فرانكو، والبرتغال جنرال سالازار. يعني المعيار السياسي في اعتقادي هو الأساس،
ثم يأتي بعد ذلك التكامل الاقتصادي ليثبت. بالنسبة لاتحاد المغرب العربي فلنكن صرحاء، تباين الأنظمة السياسية ليس عقبة كما قال الأستاذ ميمون الطاهري. ملكية في المغرب، جمهورية في تونس أو الجزائر، هذه ليست عقبة في اعتقادي، بدليل إذا عدنا إلى الاتحاد الأوروبي سنجد ملكيات وأنظمة رئاسية مختلفة. النظام السياسي في ألمانيا ليس هو النظام الرئاسي في فرنسا. أنا أعتقد بأن العقبة هو الأنظمة الغير الديمقراطية. أنا أقول مسألة، هل تعتقدون بأنه صدفة أن ينتعش اتحاد المغرب العربي في سنة 1989 ينتعش وتنفتح الحدود بعد سقوط ألا يذكركم؟ لا، سقوط جدار برلين ثم الربيع الجزائري، تذكرون؟ نعم. هذا الربيع الذي حاول أن يفتح ثغرة في جدار النظام العسكري الجزائري الذي سرعان ما استعاد زمام المبادرة. السياسة الجزائرية عندها ثابت، العسكر في الجزائر عندهم ثابت وهو إضعاف المغرب. في دراستهم كل الدراسات تدل على أن فتح الحدود المغرب سيستفيد أكيد. فنعتقد بأن وجود أنظمة ديمقراطية منسجمة وأنظمة تمثل شعوبها هو المفتاح. ثم يأتي بعد ذلك مسألة الانفتاح الاقتصادي، بدليل أن الآن من هي الدول المتحمسة لهذا الاتحاد المغرب العربي؟ التي أحدثت تغيير ديمقراطي. نعم. ليبيا، منصف المرزوقي في تونس الآن من أكثر المتحمسين. نعم. ثم أختم بملاحظة هي عبارة عن حسرة أو تحسر إن شئتم. الأستاذ ميمون الطاهري تكلم عن كلفة لا مغرب العربي. نعم. التي قد تقدر ب10 ملايير دولار. لكم أن تتصوروا إذا وسعنا الدائرة إلى المستوى العربي كم ستكون كلفة غياب التكامل الاقتصادي العربي. ثم لكم أن تتصوروا إذا وسعنا الدائرة على مستوى الأمة الإسلامية كم ستكون كلفة غياب التكامل الاقتصادي الإسلامي. وشكرا. شكرا. بعض الأحيان رفع السقف يحمس. والأستاذ علي الإدريسي. نعم، أنا أتفق تماما مع ما ذكره الأستاذ. النظام السياسي هو جوهري في كل الأنظمة، لأن لو كان عندنا نظام ديمقراطي، بغض النظر أنا لا أتحدث عن شكل النظام، ملكي أو جمهوري، رئاسي أو فيدرالي، مركزي أو جهوي، أنا أتحدث عن النظام الديمقراطي. لو كان عندنا نظام ديمقراطي قضية الصحراء ما تبقاش. بكل تأكيد أنا أؤمن بهذا، ليس فقط أحدثه وإنما أؤمن به، لأن النظام الديمقراطي من أصوله ومن أساسيته حل النزاعات عن طريق الحوار، عن طريق التعاقد، وليس عن طريق التضارب ولا عن طريق المواجهة وعن طريق الصراع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا ننسى هناك معضلة داخلية عند شعوبنا. تحدث الزملاء عن قضية أنه عندما نلتقي مع زملاء من تونس من الجزائر خاصة أنه يقول لك نحن شعب واحد، ولكن لا في المغرب ولا في الجزائر، خاصة في الجزائر صناع الرأي العام كلهم ضد الانفتاح، صناع الرأي العام. أما الناس العاديين في الجامعات الذين يريدون أن يذهبوا إلى المغرب ويذهبوا إلى تونس، أو نحن كذلك الذين نريد أن نسافر إلى الجزائر، لا دور لنا. فلهذا مرة مع الأستاذ زكي كنا طرحنا قضية، ربما هذه مفارقة أستاذ علي، مفارقة فعلا. كنا طرحنا مع الأستاذ زكي قضية جوهرية، وهي لماذا لم نشاهد ولو مرة واحدة مظاهرة في الجزائر من هؤلاء المؤيدين لفتح الحدود، وفي المغرب يتلاقوا عند الحدود وما تبقاش زوج بغل، تولي زوج شعوب تود الاتحاد. على في الجزائر لم نرى المظاهرات في أي شيء. لا هناك مظاهرات، لا هناك مظاهرات، لا هناك مظاهرات على الأقل من أجل تأييد هذا الحزب وذاك، من أجل تأييد الرئيس أو من أجل كذا. مظاهرات موجودة، مبدأ المظاهرات موجود، لكن يعني ليس أريد أن أقول ليس تقليدا مثل ما هو في الدول الديمقراطية التي تتفاعل مع القضايا الكبرى. هذا صحيح. نعم. ولكن أيضا أريد أن أعلق على نقطة قضية نعم. الدور الماضي. نحن جميعا سواء في المغرب أو في المشرق ننتمي إلى ثقافة التمسك بالماضي. حتى في لغتنا العادية نقول وعادت المياه إلى مجاريها والعود أحمد. إذن نحن في لغتنا الاستعمال اليومي. في العراق الناس يتقاتلون من أجل قضية وقعت منذ 15 قرن،
من الذي كان على حق، علي أم معاوية؟ ولكن ربما أستاذ علي بسبب أن حاضرهم ومستقبلهم أسود، فلا يجدون من البياض إلا هذا الماضي. أنت إذن تجيب عن ما كنت أريد أن أقول بالضبط. لماذا؟ لأن عندما نيأس أو عندما نفقد يعني الأمل في المستقبل، ليس هناك شيء تحقق في الواقع الذي يقودنا إلى مستقبل أفضل، ماذا نعود؟ نتخاصم على الماضي ونعود إلى الماضي. فنحن جميل. الآن من أجل أن نبحث عن حل، هو هل نستطيع أن نفكر في حلول مستقبلية؟ ربما هذا هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عليه فيما تبقى من الوقت، حتى إذا أردت أن تعقب باختصار، ونريد أن نفتح النقاش حول الحلول أو الإجراءات التي يمكن أن ندفع في اتجاهها لتحقيق هذا الحلم أو لتحقيق هذا الواقع. فقط التعقيب، أريد أن فعلا هذه يجب أن نعترف بها، أن داخل المغرب الكبير أنظمة سياسية معينة في أوقات سياسية معينة تعارض تثبيت مسلسل بناء المغرب الكبير لأسباب سياسية داخلية صرفة لاستثمارها. أريد أن أتحدث، أسميها القطة قطا كما يقول الفرنسيون. أتصور خاصة في بداية التسعينات عندما حدث ما حدث في الجزائر بعد إيقاف المسلسل الانتخابي والديمقراطي، ربما استعمال الورقة، العلاقات مع المغرب، تأزيم الوضع مع المغرب، ورقة استعملت على المستوى السياسي الداخلي من طرف النخبة السياسية الحاكمة في الجزائر في اتجاه خلق بقاء الحدود، الإبقاء على الحدود مغلقة، إيهام الرأي العام بأن هناك خصم لكي لا أقول عدو على الحدود، إيهام بأن هناك مخاطر تهدد الوحدة الوطنية إلى آخر هذه الأمور التي يتحدث عنها الباحثون في العلوم السياسية. فإذا هذه الاستعمال للمستوى لا يمكن أن نفصله عن القضية، ولكن يبقى في تصوري مع الاعتراف بكل الأحداث الماضية، أنا لا أعتقد أن حادث اختطاف الطائرة التي كانت تقل الوطن الجزائريين أو أكثر من حادث الطائرة وقعت حرب بين المغرب والجزائر. أنا أتصور أن هذا رغم ترسبه في الوعي أو في اللاوعي، إلا أنني أعتقد أن مشكل الصحراء وما ارتبط به من صراع بين المغرب والجزائر للريادة في هذه المنطقة، أتصور أن لا زلت أعتقد وأتمسك أن هذا هو في تصور العائق الكبير الذي يقف أمام الاتحاد المغاربي. إذا الأساتذة الكرام، يعني كيف تتصورون مقبلات الأيام مع المؤشرات التي بدأت تظهر في تحركات بعض الدول التي حصل فيها هذا التغيير؟ هل نحتاج إلى تحرك من الجانب الرسمي، أم ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية، أم من انتفاضة شعبية داخل هذا البلد؟ كيف يمكن أن نوصل إلى هذه الشعوب أن مستقبلها وقوتها هو في وحدتها وليس في البقاء على هذا الوضع؟ أستاذ علي. نعم. أستاذ مبارك. أعتقد بأنه على الصعيد الشعبي هناك الوحدة المغاربية تمارس كل يوم. فنلاحظ مثلا أن هناك جمعيات ثقافية، ندوات فكرية يحضرها الجزائريين والمغاربة، وكذلك حتى على الصعيد الرياضي. إذن لم تنقطع العلاقات بين الشعوب المغاربية عندما تكون على صعيد الشعبي، لكن عندما تتجاوز هذه الحدود وتبقى وتصل إلى مستوى رسمي، هناك إذن توقف وهناك العرقلة الكبيرة. إذن تفعيل العمل الشعبي على المستوى الشعبي. فالشيء الذي الآن يمكن مستقبلا إذن يجب على الشعوب المغاربية بمختلف فئاتها الاجتماعية، ويجب على المنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا فعالا من أجل فرض العمل الشعبي المغاربي
على المستوى الرسمي. شكرا. إذا الأستاذ علي، الآن ونحن نتوجه إلى المستقبل، وهناك اتفاق على أن العقبة الأساسية هو في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية، ولا بد من تفعيل العمل الشعبي. طبعا العمل الشعبي هو يحمل زخما نفسيا هائلا جدا وثراء غنيا جدا يحتاج إلى تحريكه، لكن ربما العمل الشعبي إذا لم يصاحبه عمل نخبوي أكاديمي إعلامي تربوي لا يمكن أن يتحرك في اتجاه تحقيق هذا الاتحاد. هذا صحيح. للأسف حتى النخبة في كل دول المغرب الكبير، النخبة وكثير من جمعيات وهيئات المجتمع المدني لا تتحرك إلا بأوامر، إلا بتعليمات. هذا جانب. أنا لا أنكر أن هناك يعني مثل ما تفضل الأستاذ زكي بأنه أثناء الملتقيات سواء في الجزائر أو في المغرب، المغاربة يحاولون أن يستقدموا وأن يدعوا أكبر عدد ممكن من الجزائريين، والعكس صحيح بالنسبة للجزائر. أنا كنت منذ شهرين في الجزائر في تلمسان، كان هناك الوفد المغربي هو أكبر وفد، يكاد يكون مثل عدد المحاضرين الجزائريين، وربما المحتفى به بقوة. وإنما ما قوة هؤلاء في التأثير في الأشياء؟ هذا الذي نريد أن نبحث عن جواب الله. لكي يكون هناك تأثير في قوة الأشياء لا بد من إعلام مغاربي، يعني إعلام ذو رؤية مغاربية مستقل. إعلام، لأن أكبر خطر الذي هدد ويهدد ويحاول عرقلة، وأنا أتابع هذه العملية يوميا في صحافة المغرب والجزائر وتونس وكذا، كل ما كان هناك نوع من التقارب ولو من باب الدعاية السياسية يقوم الإعلام لنشر أشياء ولإبعاد تضخيمها، وأنه هذا يبدأ خطر. هناك ينبغي على هذه الشعوب وعلى النخب أن تتمرد على الخوف من المستقبل، أن تتمرد على الخوف من العمل المشترك. تفضل الزملاء منذ حين بأن في الجزائر مثلا يقولون بأن المغرب هو الذي سيستفيد، وهذا الأمر تقوله وسائل الإعلام، وتقرأ التعليقات وتجد يؤثر على الطبقات الدنيا بأن يريدون أن يأخذوا أموالنا. وربما في المغرب أيضا هناك من يقول، وأنا سمعت هذا الكلام، هناك من يقول بأن الآن المغرب أصبح بخير، لا نريد الجزائريين فاتركونا نتمتع بهذه اللحظة الجميلة في المغرب بالأمن والاستقرار. بالأمن والاستقرار. يعني هناك أشياء لا تفهم من يحركها، يعني وهمية ولكن يصير تضخيمها ولكنها تفعل فعلها في الواقع. جيد. فلهذا اليوم إذا لم يكن عندنا إعلان ذو وجهة مغاربية ومستقل نعم، لا حتى إذا كان لنا حكومي لا يمكن أن يكون أن يدعو إلى الوحدة. إذا كان الإعلام بالصيغة الذي يخضع للأوامر لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة. نعم للأسف، لا في المغرب ولا بالجزائر تقرأ في هذه الصحافة يقول لك أنا جريدة مستقلة. نعم. ولكن ما تقوم به ألعن مما تقوم به الحكومات. أنا أقرأ مثلا على سبيل المثال في الجزائر أقرأ الصحافة الرسمية للجزائر في الانترنت. نعم. الصحافة الرسمية التي تابعة للدولة أخف وطأة وأخف عداء من الجرائد الأخرى التي تسمي نفسها جرائد مستقلة. على أي لا نعمم، فيه من طبعا يطابق الاسم المسمى. الأستاذ ميمون في كلام موجز ودقيق، كيف تنظر إلى المستقبل؟ هل هو حلم قابل للتحقيق أم أنه حلم وهمي كما ادعى عبد الله العروي مؤخرا؟ نعم والله اسمح لي أولا قبل أن أنظر إلى المستقبل أتحسر على باختصار شديد على الحاضر. حينما أنظر من ناحية الجغرافيا السياسية جيوستراتيجي، المغرب الكبير يطل على البحر الأبيض المتوسط، يرتبط بالمشرق عن طريق ليبيا، بوابة الصحراء جنوب الصحراء، يعني موقع المحيط الأطلسي أيضا، شكرا، يعني موقع جيوستراتيجي فظيع بمعنى الكلمة. أتحسر لأن ربما الأجيال المقبلة ستحاسب هذه الأنظمة. أكيد ستحاسبنا كل على قدر مسؤوليته بطبيعة الحال. أما إذا نظرت إلى المستقبل فأنا قد لا أكون مثل منصف المرزوقي
وأحلم أن تكون 2012 هي سنة اتحاد المغرب الكبير والاتحاد المغاربي كما قال أأمل أن تكون 2012 سنة يعني هذه، لأنه يأمل في فترة رئاسته. أكيد نعم قبل أن تنقضي فترة السنة، ولكن قد لا أكون مثل مرسي مرزوق، ولكن أنا في تصوري أنا لست ساذجا ولا أغفل ثقل التاريخ وثقل الإرث الموجود بين والجانب النفسي ولكن أعتقد أنه الحلم قابل للتحقيق. أن في تصوري إذا أخذنا الأمور بنوع من الروية أنا أعتقد أنه قابل للتحقق لسبب بسيط، هو أن الأنظمة نفسها لا تملك خيار رفض هذا التوجه. قد يأخذ بعض الوقت، ثم نحن نأمل، أنا أشرت قبل في بداية كلامي إلى أن مشكلة الصحراء في أيدي الأمم المتحدة، نأمل أن تفضي المفاوضات بين الأطراف المختلفة إلى حل يرضي جميع الأطراف. فأنا أعتقد أن هذا الحلم قابل للتحقق. أما كيفية الوصول إليه دون إغفال أي قناة، القنوات الرسمية، الدبلوماسية الموازية، الشعبية، الرياضة، كل لكي نتفادى. لو سمحت لي أتحدث على لسان صديق من مدينة الناظور يدرس في كلية جامعة الناظور، لكي يسافر إلى مدينة تلمسان التي تبعد عن مدينة الناظور ساعتين في السيارة. أخذ السيارة من الناظور إلى الدار البيضاء حوالي 700 كيلومتر، ثم أخذ الطائرة من الدار البيضاء إلى مطار هواري بومدين، ثم أخذ الطيران الجهوي من مطار هواري بومدين إلى تلمسان، بينما تلمسان على بعد ساعتين. هذه ربما صورة توضح أكثر مما الأستاذ حسين في جملة مختصرة. كيف تنظر إلى المستقبل فيما يخص بناء الاتحاد المغاربي؟ غالبا بالنسبة للدراسات المستقبلية تحاول أن تنظر إلى المستقبل. المؤرخ ينظر إلى الماضي ولكن يحاول أن يستشرف المستقبل. حتى عندما قال الإخوان نأمل، فهذا يبقى في إطار الحلم، ولا بد من تغيير. ولا عيب في أن نحلم. نعم، وهذا الحلم هو الحياة. نعم. ولهذا تبقى لدي أنا شخصيا روح التفاؤل هي السائدة، لأنها ضرورة استراتيجية رغم أنها ستثير. نتمنى أن تكون هذه الروح هي شائعة بين شعوبنا وخاصة بين مسؤولينا. أظن أن يعني الأستاذ بن نصر إذا كان عندك كلمة في هذا الإطار. أنا أعتقد بأن النظام الجزائري فلنعترف هو العقبة، ولا أقول هذا لأنني مغربي، ولكن هذا أعتقد لا يخفى على أحد. هذا النظام الآن الذي خاض انتخابات منذ بضعة أيام لم تغير شيئا على ما يبدو، ومحاط بمحيط عربي ديمقراطي، لن يملك في المستقبل إلا أن يتوحد مغاربيا. سيكون خيارا مفروضا عليه رغم أنفه شعبيا. إذن أنت تراهن على هذه التحولات والانتفاضات التي أكيد. ممتاز. يعني طبعا هذه المعطيات كلها لا بد أن تستحضر دون أن ننسى الاشتغال على المخايل الجمعية التي طبعا تتأثر بالإعلام وتتأثر بالجانب التربوي وبالجانب الفني. طبعا نتمنى أن تصل هذه الكلمات التي تنبع من القلب وهذا الحلم في بناء اتحاد مغاربي قوي، أن تصل هذه الكلمات إلى شعوبنا وإلى أنظمتنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في أمسية مغربية جديدة. لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.